ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ رمضان يعني قطايف. انا بالنسبة لي رمضان هو القطايف. لو ما اكلتش قطايف اول يوم في رمضان كأني ما اكلتش اي حاجة ورمضان ما جاش. يعني لازم قطايف قطايف، ولما بعملها بايدي بتبقى حاجة تانية. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف، هنعمل كمية بسيطة جدا لانها يعني احنا مش في الموسم دلوقتي، فحابين نبتدي بس بدري شوية عشان نبقى جاهزين. القطايف بتتعمل من حاجتين، ممكن من الدقيق العادي او بدقيق السميد اللي هو السيمولينا. بس انا النهاردة هعمله بالدقيق العادي، اللي هو متوفر في كل البيوت. وهعمل المقدار النهاردة كوباية واحدة من الدقيق فقط، وهضرب كله في الخلاط. يبقى كوباية دقيق واحدة منخولة كويس او مش منخولة مش مشكلة، لان احنا هنضرب كله في الخلاط. ومعلقة سكر، نص معلقة خميرة، واتمنى تحطي ربع كمان. يعني انا هنا الخميرة زادت مني، فانتي حطي ربع معلقة او ممكن بيكنج باودر. ذرة ملح، ونحط عليها كوباية مية كاملة. يعني دي ما كانتش كاملة وزودت كمان معلقتين. ونضرب كل المكونات دي في الخلاط، ويبقى ضرب متقطع عشان كل الحاجات والتكتلات اللي موجودة في الدقيق تدوب. ولو عايزة تنخلي الدقيق مفيش مشكلة. هنفضل نضرب بالشكل ده ضرب متقطع طبعا عشان الخلاط ما يبوظش منك. وانتي بتضربي برضو يعني نزلي كده وبصي شوفي هل الخليط متماسك، السمك بتاعه عامل ازاي، وانا هوريكي دلوقتي هيبقى عامل ازاي والسمك بتاعه ايه. عايزاه اتقل من كده ولا لا؟ بس هو الشكل اللي انا عاملاه ده او السمك اللي انا عاملاه ده والمقادير دي هي اللي مظبوطة مليون في المية. العجينة دي ممكن تحطيها في التلاجة وتبيتيها عادي جدا، تشتغلي فيها تاني يوم مفيش مشكلة. وعلى فكرة كل ما ارتاحت اكتر كل ما تديكي نتيجة افضل بكتير. طبعا عشان انا بسجل الفيديو وبعمله معاكم، فانا عملته كله ورا بعض على طول. ده السمك بتاع العجينة بالشكل ده. هغلفها بالبلاستيك راب وهنركنها شوية بتاع نص ساعة أو ساعة، أو تبيتيها مفيش مشكلة. لكن أنا سبتها ساعة وبعد كده اشتغلت فيها على طول. شايفين عاملة ازاي؟ طبعا عايزة أقول لكم الخطأ اللي هنا إن الخميرة زيادة. عشان كده بقولك حطي على كوباية الدقيق يمكن ربع معلقة خميرة فورية، ربع. الطاسة لازم تكون تيفال عشان ما تلزقش، ونسخنها كويس قوي. وبعد كده نبتدي نهدي البوتاجاز على نار متوسطة عشان يدينا التسوية المطلوبة الصح. هتاخد حوالي دقيقة، يعني كل واحدة هتاخد حوالي دقيقة. طبعا يفضل انك انت تعملي في طاسة كبيرة عشان تعملي اكتر من واحدة مع بعض. يمكن شايفين انا هناك بحاول ان انا الفوم العالي ده اهديه شوية. شايفين الفقاعات اللي موجودة؟ طبعا هي كده ناجحة مليون في المية. والفقاعات دي كبيرة شوية لأن الخميرة كانت كتيرة. كل ما كانت الخميرة أقل هتدينا فقاعات قليلة، وفي نفس الوقت بتدينا الشكل السفنجي المتعارف عليه. طبعا بطلع القطايف من الطاسة، بحطها على فوطة ولازم أغطيها عشان تفضل طرية. شايفين؟ عايزة أقولك كمان إن كوباية الدقيق بتدي كمية كويسة على فكرة، مش قليلة. والكمية دي ممكن تكفي 4 أفراد يعني. مش قليلة، يعني ما تستهونيش بكوباية دقيق واحدة. يعني أنا شايفة إن كوباية دقيق واحدة تكفي عيلة. ودي النتيجة بتاعتنا، شايفين عاملة ازاي؟ يعني تحفة بصراحة ربنا. برغم ان الطاسة كانت جديدة، وانتوا عارفين الطاسة لما تبقى جديدة بتبقى محتاجة تمرين شوية، لكن الحمد لله طلعت النتيجة كويسة جدا. شايفين لزقت ازاي؟ ممتازة. طبعا الكمية دي انا ما قلتش وما حشتش والكلام ده كله، لان انا مش عايزة اعمل حلو دلوقتي.
كل اللي أنا عملته جبنة ورولي وكُلي على طول، وبالهنا والشفا.